صديقي الإنسان، إزيك؟ عامل إيه؟ وأخبارك إيه مع الحياة؟ أتمنى يا رب تكون بخير. إن شاء الله النهاردة معانا تحالف من تحالفات الزمن الجميل. تحالف أكيد سمعت اسمه في مرة من المرات لو أنت من محبي عالم الأسود. تحالف بيتكون من 6 أسود وهم إخوات المبوغو من الآباء. تحالف قدر يعيش من سنة 1996 لحد سنة 2010. يلا بينا من غير كلام كتير ندخل في الدهاليز على طول ونتعرف على تحالف رولر كاستر ميلز. بس زي ما احنا متعودين صديقي الانسان، قبل الكلام وجب السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد من سلسلة اساطير الاسود. صديقي الانسان، احنا دلوقتي هنطير سوا بسرعة جدا لقلب مالا مالا جيم في قلب سابي ساند في قلب ادغال جنوب افريقيا، وهنرجع بالزمن للتسعينات وتحديدا ليوم 3/4 سنة 1996. وده اليوم اللي اتولد فيه 6 أشبال في قطيع إناث تشارلستون برايد. وحاجة على جنب كده صديق الإنسان، تشارلستون برايد هو برضه اللي طلع منه تسالالا برايد. المهم بقى ان ال6 اشبال دول بعد كده هيتعرفوا باسم تحالف رولر كاستر ميلز او تشارلستون ميلز، نسبة طبعا للقطيع اللي اتولدوا فيه. وكمان ليهم اسم تالت وهو اسم شاو ميلز، وده هنعرف سببه قدام في سياق الحلقة. ال6 اشبال جيناتهم بترجع لابائهم ال5 تحالف ويست ستريت ميلز او تحالف سبارتا، وهم نفس الاسود اللي خلفوا المبوغ. ال6 أشبال وصلوا لسن البلوغ سوا وبدأوا في مرحلة الرحالة والبحث عن أراضي خاصة يحكموها وإناث يتزوجوا معاها. الشباب ال6 كمان كانوا فتاكين بمعنى الكلمة، حاجة كده زي المبوغ، وكان عندهم حلم واحد ومش شايفين غيره قدامهم، ألا وهو الوصول للعظمة والقمة. لكن كل ده بيتدمر فجأة وبدون أي مقدمات، وحياتهم بتتشقلب من فوق لتحت في لمح البصر. والتحالف اللي كان بيتكون من 6 أسود ومتوقع ليهم مستقبل عظيم بيتحول في ثواني لأسدين 2 بس في أوائل سنة 2006. إيه ده؟ إزاي يعني يا محمد يموت 4 منهم في 10 سنين بس؟ صديقي الإنسان، التحالف ده واجه سوء حظ غريب جدا. يوم 4/6 سنة 2001، يعني وهم عندهم 5 سنين وفي بداية شبابهم ورحلتهم، بينتشر في المحمية كلها مرض السل البقري، وبيقتل أسد منهم عشان التحالف يفضل فيه 5 أسود إخوات بس. لكن بعدها على طول وتحديدا يوم 14/2 سنة 2002 بيتقتل أسد منهم من ذكور تانية لما كان لوحده في دورية حراسة، عشان ما يبقاش فاضل غير 5 أسود إخوات بس. ويوم 1 أغسطس من نفس السنة بيختفي أسد كمان علشان يسيب 3 أسود في التحالف، يعني في سنتين كان التحالف خسر نص أعضائه. الغريب بقى ان لحد الوقت ده الأسود ما كانش ليهم أسماء فردية أو حتى أرقام، لكن الخبراء كانوا بيتعرفوا على واحد منهم بسهولة جدا لأنه كان أعور وعنده عين واحدة. والمسؤولين في محمية مالا مالا جيم أعلنوا يوم 7 فبراير سنة 2006 إن الأسد الأعور ده مات خلاص. الأسد عانى في أيامه الأخيرة بسبب إصابته وحالته اتدهورت لحد ما بقى جثة، وبكده ما بيبقاش فاضل غير أسدين بس من تحالف كان بيتكون من 6 أسود أقوياء جدا الحظ ما وقفش معاهم. لكن بقى بالرغم من كل النكسات اللي حصلت لتحالف رولر كاستر ميلز، إلا إن ده برضه ما قدرش يمنعهم من الحكم والهيمنة، لأنهم سنة 2004 كانوا سيطروا على قطيع إناث سلات برايد، وسنة 2006 كانوا سيطروا على قطيع إناث سبارتا برايد، وسنة 2007 سيطروا على قطيع إناث إيرفايلد برايد وستيكس برايد. وسيطرتهم على ستيكس برايد دي لوحدها حكاية، لأنهم كانوا أسدين 2 بس وقتها، ودخلوا قتلوا الذكرين المهيمنين وقتلوا كمان كل الأشبال وحتى اللبوات الصغيرة، كانت عملية إبادة وذبح للكل. لكن قطيع إناث ايرفيلد برايد اتزوجوا معاهم وخلفوا منهم 9 أشبال، 5 ذكور و4 إناث. وبعد وقت قصير جدا كان تحالف رولر كاستر ميلز زهقوا من ايرفيلد برايد والاشبال وهجروهم وراحوا يشقوا طريقهم في الادغال في مالا مالا جيم. وفعلا الاسدين فضلوا يسيطروا بالطول والعرض على كل حاجة بيقابلوها في سكتهم، وعنفهم وشراستهم زادوا عن الاول في الوقت ده لان عددهم كان اقل وبقوا محتاجين يثبتوا انهم حكام فعلا. لكن كل ده ما استمرش كتير، وتحديدا ليوم 21 يونيو سنة 2007 لما اتقتل أسد منهم. تمساح ضخم وكبير موجود في لوندولوزي سحب أسد منهم كان بيتميز بلونه الأشقر. التمساح سحب الأسد على غفلة وهو بيشرب ونزل بيه المية ورقص معاه رقصة الموت.
وزي ما انت عارف طبعا صديق الانسان اني من عشاق الزواحف وتحديدا التماسيح، لانهم عندهم براعة وشراسة وما بيخافوش حتى لو كانوا قدام ملك الغابة العظيم. عشان بعد الحادثة دي ما يبقاش فاضل غير اسد واحد من التحالف اللي كان بيتكون من 6 اسود زمان. الاسد ده اطلقوا عليه اسم شاو، وكان هو اللي بيحمي سبارتا برايد وستيكس برايد لوحده. لكن بعد موت اخوه عرف قيمته كويس، لانه كان بيتشارك معاه في المعارك وبيحميه، ودلوقتي حالته الجسديه بقت في النازل لانه كل جسمه ممزق بسبب حمايته للقطعان لوحده في البريه ومن غير اي تحالف معاه. والاسد شاو قدر انه يحمي فعلا كل القطعان لوحده، وده دليل على قوه الاسد ده كانت واصله لحد فين. يوم 6/3 سنه 2008 بتحصل مفاجاه كانت غريبه من نوعها في وقتها. الاسد العجوز شاو اللي كان بيكافح لوحده فجأة بيدخل عليه اسد شاب من ذكور صلالة. الاسد الشاب بيدخل على الاسد المسن في قلب قطيع اناسه قطيع سبارتا برايد. والغريب بقى ان في اللحظة دي الاسد شاو ما قتلش الذكر الشاب الجديد. شاو شاف ان الاسد ده شاب ومن سلالة جديدة وعنده طموح وهيبقى تهديد مباشر عليه لو ما حاولش يحتويه. الاحتواء صديق الانسان، الاحتواء. انت ما بتتفرجش على الدوري المصري ولا ايه؟ المهم ان شاو كمان اتصرف بحكمة وخبرة، لانه عرف ان العمر عدى عليه وخلاص عجز. وفي مفاجأة مدوية لكل حراس المحمية، الاسد العجوز شاو بيقبل الاسد الشاب تصلالا يانج ميلز، بيقبله في سبارتا برايد قطيع الاناث بتاعه وبيخليه يتزاوج فعلا مع اناسه. والتصرف ده فسره خبراء الحياة البرية على انه شكل من اشكال التبني. وشاو كان عنده حق في التصرف ده، لان الاسد الشاب ردله الجميل بسرعة وبقى بيدعم الاسد العجوز، وبقى ليه صاحب شاب قوي ومبدع وطموح. وكان بيصطاد الجاموس اللذيذ لشاو، وكمان كان بيحميله اشباله واناسه بدوريات الحراسة اللي كان بيطلعها لوحده وقتها. وكل ده ساعد شاو انه يعيش اكتر واكتر، وانه يرتاح ويوفر مجهوده للمعارك القوية. لكن كل الحلويات دي بتنتهي بحلول مايو سنة 2009 لما دخل للمنطقة رجالة المبوغ واخواته، لكن اللي كانوا من جيل مختلف عنه. المبوغ اللي في الوقت ده كانوا أصغر وأكتر وأشرس. وقتها بقى شاو فقد السيطرة على ستيكس برايد وبعدها على سبارتا برايد، واتطرد واتشرد في البرية. لكن الملك العجوز ما هربش من غير مواجهة، اتواجه مع المبوغ واتصاب في كل جسمه بالندوب والجروح وقاتل بمنتهى النبل. لكن بعد ما بيضطرب بتتحول حياته من ملك عظيم لمتشرد بياكل البواقي والجيف والرمم. بس الملك المتشرد دلوقتي مش راضي يموت بسهولة وعاوز يغير مصيره، لأنه ما كانش بيعترف بالهزيمة ولا حتى بالشيخوخة ولا كمان بالمبوغ الموجودين في الشمال دلوقتي. وكان عاوز كل فترة انه يدخل يهاجمهم لوحده، تقريبا مخه كان لسع من شمس افريقيا المولعة. المهم ان دي حاجة جننت المبوغ اللي شافوا ان في اسد مجنون عاوز يهاجمهم وبيعمل مناوشات من بعيد عليهم، وشافوا كمان انه تعبان وعجوز وقالوا يلا بينا نريحه من هم الدنيا وقرفها. وقعدوا يطردوه لوقت استمر 5 شهور. والمحارب العجوز طول الفترة دي كان بيتعرض للضرب منهم، لكن للأمانة كان برضه بيضرب فيهم وبيهرب، وكأنهم حطوه في دماغه وهو كمان حطوهم في دماغه. بس في نهاية سنة 2009 ما كانش فيه حتة في جسمه سليمة وحالته بقت سيئة جدا. ويوم 3 يناير بيتشاف في مطاردة مع المبوغ، ومن بعدها ما بيظهرش تاني أبدا، عشان بكده يموت آخر ملك من ملوك تحالف رولر كاستر ميلز وبتنتهي الأسطورة. الملك شاو عاش حياة كبيرة وصلت ل 14 سنة في البرية، وساب أشبال كتير في كل مكان في مالا مالا جيم في قلب سابي ساند. أخيرا بقى في معلومة متداولة كده لكن مفيش عليها أي دليل أو تأكيد، لكن هنعرضها من باب العلم بالشيء والفضول مش أكتر. المعلومة أو الإشاعة بتقول إن تحالف رولر كاستر ميلز ممكن يكونوا هم آباء الأسدين الأصغر في المبوغو، كينج تيل ومستر تي، وإنهم خلفوهم لما كانوا تحالف شباب لسه وبيتكون من 5 ذكور. تفتكر بقى صديق الإنسان المعلومة دي ممكن تكون حقيقية ولا إشاعة زي ما قلنا؟ وبكده يكون خلص فيديو النهاردة من سلسلة أساطير الأسود. صديق الإنسان زي ما قلنا إن تحالف رولر كاستر ميلز هم كانوا أبناء تحالف ويست ستريت العظيم آباء المبوغو،
من وجهة نظرك بقى، هل كانوا فعلا تحالف حظ وحش وهم أقوياء جدا، ولا كان مجرد تحالف عادي واللي حصل له ده كله طبيعي جدا؟ اكتبوا لنا في التعليقات، وإن شاء الله استنونا في حلقات جاية أقوى وأمتع. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.